حجيتكم ما جيتكم ما كلت عشاكم ما خليتكم. اليوم راح نحكي لكم قصة المرأة المراقة مرزاقة. بركة قبل ما بدينا بغيت نعطيكم واحد التنويه. غالبا ما راح نبداو نديروا هذه الجلسة نتاع الكلام القبوري نهار الجمعة، راح نحولوها، هي ممكن تخلق الجمعة ولكن راح نحوها من الفيسبوك ونحطوها في اليوتيوب ان شاء الله. الا قدرني ربي وقديت نفتح لكم قناة نتاع يوتيوب راح نفتحها لكم وندير لكم فيها لا القصص نتاع الكلام القبوري ولا القصص الحقيقية، ونحطها لكم تما باش تكون حاجة منظمة وواضحة، لانه الحساب هذا هو حساب نتاع استشارات ونتاع نصائح ونتاع كا. فالخلط هذا دار لي مشكلة مع الخوارزميات نتاع الفيسبوك، فبالتالي حبايبي راح نخلو القناة هذه في التخصص نتاعها اللي هو الإصلاح الاجتماعي وكذا، ونديروا الفسحة نتاعنا اللي نتونس فيها أنا وتتونسوا فيها نتوما، نديروها إن شاء الله في قناة خاصة لا بحكايات والجلسات نتاع الكلام القبوري. تمام. ودرك يلا نمشوا للمرأة المراقة مرزاقة. أنا الصراحة عجبوني التعليقات، مت وتقاهلت بالضحك. زعما ما عجبني الا داك اللي يقول لك والو ديال المراه اللي تخرج ويجيب الرزق معاها، هذه المراه اللي تطيب وتخلي حق الضيف. هو الحق عندكم، الحق عندكم الحق. ايوا اللي يقول لك المراه المراقه مرزاقه، ايوا واش بغيت تكون لا الرزق والخير. ايوا سمعوا، هذه كاينه واحد المراه كانت رابيه في دار الكبيره. تعرفوا الدار الكبيره هي دار الحنه، دار اللي فيها بويهم حنينهم وحنتهم وفيها العمام وفيها العمات وفيها الدنيا عوافي. قلت لك تلقاها مسكينه ديك البنت تطيب لها ديك القدره اللي قدبوها ما تنقى، تقول قدره الصدقه. ايوا موالفه لا بالموهات وبالقدره معمره ما بقى حالتها حال ما والفت ديك ما ياكلها لا شو دي صرا ياسر البنات كيجيو يتزوجوا ما يعرفوا ينصبوا قدره الا نتاع زوز من الناس. مسكينه موالفه تنصب العشرة، لقات روحها غمضت عينها حلتهم، لقات روحها باغيه تنصب لا زوز من الناس، لا هي وراجلها. ايوا يعمر الحال نتوما حسنوا العون. وحده كانت تنصب العشرة ما تجي تباغى لا تتعلم تنصب لك وحدك. فايده والحاصل البنت هذه قلت لك مسكينه كي مشات لدار الراجل كلشي يديروا كلشي ما ديروا تكنس ندز زيوان جهات تسقر زيوانه وحدها تكنس دارها تسقسق ترش لك ديك الطريبه تعمر لك القريبه امي عيناتها مسقولين. قلت لك الطراب البيضاء تعطيه من الحك. قلت لك تنشوف فيهم وجاك في ديك التوتيه والو بسم الله دارها نظيفه مرا نظيفه. قلت لك وتبخر وتعطر وحالتها زينه وكل شيء لا ما شاء الله. عندها لوله وحده انها تعمر القدرامه كطيب تعمر القدرامه. راجلها عيا صابر مكتت عليه ما عاجبو الحال من جهه يعتبرها تبزير. يعني احنا بصلات كفينا انت ديري ربعه، احنا يكفينا اللي شو تعمري لي القدره بقيها ما وانتو عزمان والو. يبغوا القدره هكا يعني كيما نقولوا زمان قطر العيش كانوا يسموه المسلسل على الصباح عيش والعشاء عيش طعام كيما نقولوا. اي كانوا يبغوا المريقه تكون خاطره زعما مريقه مسقمه، ما يبغوا لك المريقه مبقبقه اللي ما مسقمه تعم تحطيها على العيش تبلبلوا لك، ما يبغوها انتو عزمان حاشا ما يقبلوها. الراجل هذا ما عجبو الحال يخاصم المراه. قلت لك تقول كاع خلاص طلعت ليه في الراس. قال لها شوفي يا فلانه يا ودي يمين لكن وليتي درتي لي هاد القدره نبقى مع مرامه هذاك اللي بيني وبينك تروحي لدارك. تخلعت المراه. قلت لك وحكمتها الرعده وحكمتها الخلعه ما بقيت عارفه اش دير. عيات دير من اختي اللي بطابع مشي ما هو سهل يخرج منه. عيات كل القدره جاله مع مرامه ما عرفت اش دير. قالت هادشي اليوم انا اش ندير نلحق راسي. مشات نقصت منها الموهات نقصت منهم لبدتهم في الطاقه وقعدت. قلت لك اش حطت لي داك العيش ديك القدره بسم الله. قلت لك محكوك هذيك البصله ونقديرها خاطره ونريق ليش قدهم. قلت لك يلا كفاتهم. ايوا هو عجبو الحال وقلت لكم تروحوا زعما بغى زعما يضحك عليه طانص عليه. قال له المراه المراقه قال له مرزاقه. هاك اليوم ما دارت المرقه. قال لها المراه المراقه مرزاقه. قالت له لا شفت اللي في الطاقه ونط مسكينه فك مشات لديك جري الطاقه جا داك الطاس جابتو له معمر مرقه ها مالا. قال لها مطلاقه. انا توك يا خويا كيف جاتي مراه؟ قال لها مطلاقه. انا حلفت لك لقيت القدره لك معمره الا قعدتين وقال له زقشك مشي لدار ناسك. وهذه قصه المراه المراقه مرزاقه. ايوا نتوما راكم ولا بنات قبل ما جاك العرس بقى لك شهرين 3 ابدي نصبي لراسك زيدي شويه على راسك نصبي لك ونصبي لحد معاك في الدار باش توالفي تبقى لي في القدور من بعد نولوا حاصلين فيك. المهم هذه القصه اللي عجبتكم حطوا لايك. اللي سمعها من قبل يقول سمعتها، اللي ما سمعها يعطيك الصحه يا ام سيف عجبتنا ونستين الله يمسك برحمه ربي. السلام بالعافيه. نتلاقاو ان شاء الله الجمعه الجايه كما قلت لكم. دوك نحط لكم في هذا الفيديو قناه اليوتيوب ضيفوها ولا نحاول نخدم لكم قناه ضيفوها وهذه كنبدا نحط لكم فيها. والسلام بالعافيه.